السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رشا، دي قناتي، قناة أكلاتي من مطبخي. النهاردة هنعمل معاكم وصفة جميلة جدا تكفي أفراد كتير، بكام حبة بطاطس، بكام قرن فلفل، بكام طماطمية، نص مفروم. هنعمل وصفة جبارة. يلا بينا مع بعض نشوف الوصفة. هنجيب بقى البطاطس وهنعمل إيه؟ هنقطعها لحلقات كده. أنا مش عايزاها رفيعة أوي ولا سميكة، أنا عايزاها في الحجم ده كده. بصوا عايزة كده عشان ما تتهريش منكم أهي. ولو رفيعه قوي مش هتستوي برضو. بصوا شايفين عامله ايه؟ انا عايزه كده الحجم ده كده كده بالظبط اللي انا عاملاه ده. انا خلص كميه البطاطس وارجع لكم تاني. بصوا انا قطعت البطاطس اهي، بصوا السمك زي ما قلت لكم، وقطعت الطماطم حلقات كده، وشايفين اهو متقطعه. هنشوف بقى مع بعض هنعمل ايه. هنجيب صينيه بقى كده وهندهنها زيت، ونمشي بقى ايه بالفرشه كده، تدهنيها كويس جدا بالزيت. لو وصلتي لحد هنا صلي على النبي وعلى عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت جديده اكتبي لي في الكومنت عشان هرحب بيكي. هنحط بقى ايه، واحده بطاطس، واحده طماطم كده اهو. شايفين انا بعمل ايه؟ الرصه ما فيهاش اي حاجه خالص، اكله سهله وجميله جدا، وتكفي وليمه، تكفي 10 افراد. اعمليها وولادكم هيحبوها، اللي بيحبش اللحمه المفرومه هيحبوها بالطريقه دي، جميله جدا جدا. اهو بصوا رصيتها بالطريقه دي. بصوا شايفين الرصه دي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بقى معلقتين كبار من الصلصه، هنحط عليها معلقه من الزيت كده، معلقتين من الزيت. هنحط معلقه ملح كده بالشكل ده كده اهو، معلقه صغيره ملح وفلفل اسمر، وهنقلبهم كلهم كويس جدا مع بعض اهو. شايفين انا بعمل ايه؟ هنبدا نعمل ايه بقى؟ هنجيب فرشه وهندهن كده اهو. بص انا بعمل ايه، هندهنها كويس جدا. عايزه اقول لكم الاكله دي جميله جدا جدا. زي ما قلت لكم، اي حد جديد اكتب لي في الكومنتات وانا ارحب بيه. دي تكفي بقى من 5 ل6 7 افراد. جميله جدا جدا جدا. بصوا بقى انا عملت ايه. شايفين دهنته كده دهنه حلوه. وهنحط بقى شرايح البصل كده فوق الوش كده اهو. طبعا كده صينيه البطاطس جاهزه معانا اهي. شوفين انا عملت ايه اهي. صينيه البطاطس كده جاهزه معانا. هنخش نشوف هنعمل ايه تاني. كده بقى معايا نص من المفروم، ومعايا بصلتين حلوين كده مفرومين اهو. شايفين؟ وهنقلبهم كويس قوي كده مع اللحمه بتاعتنا اهو. شايفين انا عملت ايه؟ حطيت قلبتهم مع بعض. هنحط بقى 3 معالق من البقسماط، ادي 1 2 3 كده، 3 معالق. معايا بقى فصين توم مفرومين، وهنقلب برضو دول مع بعض كده. هنقلبهم كويس جدا عشان البقسماط ده يختفي اهو. ومعايا بقى حزمه بقدونس وانا مقطعه كده حتت صغيره. شايفين؟ وهنحط الملح بتاعنا اهو. طبعا الملح بقى انت حسب رغبتك اهو. ورشه من الفلفل الاسمر اهو. وهنحط معلقه من البابريكا كده اهو. شايفين؟ حطيت معلقتين صغيرين. طبعا عايزك بقى تحطوا بهارات لحمه، اي بهارات تانية دي بتاعتكم. انا هحط كده، هكتفي بالملح والفلفل والبابريكا بس. هنقلبهم بقى مع بعض تقليبه حلوه اهو. هنقلب بقى كل ده مع بعض كده اهو. شايفين انا بعمل ايه؟ بصوا انا قلبتها تقليبه حلوه جدا اهي بايدي كده. بصوا شايفين اهي اندمجت كله في بعضه. هنجيب بقى صينيه البطاطس بتاعتنا. هنمسك بقى حته ايه، لحمه كده في ايدينا اهو. شايفين؟ هتغطوا بيها ايه الوش كويس جدا، حته حته كده في ايدك كده، بتبططيها زي البرجر كده وايه، وحطيها ورصيها كويس جدا اهي. هنغطوا عليها كده كويس جدا. بصوا شايفين انا عملتها ايه؟ خلاص كده اهو. هنعمله ايه؟ نبدأ بقى نعمله كده.
شايفين انا بعمل ايه اهي. بصوا شايفين منظرها اهو. بصوا هنعمل ايه بقى كده بالفلفل اهو. طبعا انت بقى لازم تعملي الحركه دي عشان برضو الفلفل بيدي طعم حلو قوي في الاكله، بيدي طعم جميل جدا 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 اهو. شايفين انا بعمل ايه اهي. شايفين؟ بصوا بقى شايفين الصينيه بقت جميله قد ايه. بصوا اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنغطي بالورق الفويل كده، تكوني مولعه على الفرن على درجه 180 على درجه السخونيه. هنحطها في الفرن، واول ما تخش في السوا بتشيلي بقى الفويل وبتحطي ايه، بتحطيه على الشوايه بقى ياخد اللون الحلو. هتشوفوها معايا بعد ما تطلع من الفرن. خلاص طلعتها اهو بقى من الفرن. بصوا شايفين؟ وحطيتها تحت الشوايه. بصوا شكلها جميله قد ايه ما شاء الله. اللي وصل لحد هنا بقى اللايك اللايك اللايك، اهم حاجه اللايك، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد والاشتراكات. بصوا بقى عامل ازاي جميله قد ايه. انا عايزه اوريكم بقى منظر الكفته عامله ازاي. بصوا عايزه اوريكم بس منظر الكفته شكله عامل ازاي. شكلها رائع رائع وجميله جدا. وعاوزه اوريكم البطاطس. بصوا بطاطس مستويه. بصوا مستويه وزي العسل وجميله جدا جدا. اللي وصل لغايه هنا بقى اهم حاجه اللايك اللايك اللايك، وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واهم حاجه الاشتراكات. لو عجبتكم قناتي حطي كومنت جميل زي كده تعبري عن الفيديو ده بتاعي. يلا اشوفكم على خير. باي باي.